بيراميدز ينتصر على سان داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويحصد البطولة الأولى ليه. تحية كبيرة للبيراميدز وتحية كبيرة للمدير الفني بتاعهم يوروشيتش. الصراحة عامل فريق جامد، عامل فريق قادر على حصد البطولات، وعامل بطولة كبيرة جدا. محدش كان يتوقع في أول الموسم إن بيراميدز ممكن تصعد تاخد البطولة أصلا أو تصعد للنهائي. عرف يكسب قطبين جنوب أفريقيا أورلاندو وصن داونز. عمل مباراتين في النهائي أقوياء جدا. مباراة هناك اللي هو كان خسران 1-0 ما يقس خالص، وعرف يضغط على سان داونز وعرف يجيب التعادل في آخر دقيقة. والجون ده أنا متوقع أو بقول ده السبب في إن هم ياخدوا البطولة، لأن لسه في أفريقيا طبعا زي ما أنتم عارفين الهدف جوه الأرض بهدفين، فالجون ده فرق معاهم. حتى النهاردة ضغط على سان داونز عشان عارف إن قلوب الدفاع بتاعتهم مش أحسن حاجة. وعرف يجيب الجون الأول عن طريق فيستون مايلي في الشوط الأول، ودي نقطة قوة كبيرة جدا تنهي الشوط الأول 1-0 متقدم. والشوط التاني برضه عرف يجيب الجون التاني عن طريق أحمد سامي وعرضيات الشيبي أحسن باك يمين في القارة. الصراحة الشيبي ده يعني لاعب من طراز أوروبي. المغاربة جامدين جدا السنة دي. أشرف حكيمي والشيبي، وكان كمان نصير مزارو كان صعد من النهائي بتاع الدوري الأوروبي. وكمان كان في عبد الزمن الجزيري برضه هو جناح، بس بالنسبة يعني المغاربة في البطولات القارية وكده. آه الصراحة الشناوي برضو من أحسن مبارياته. مستواه مش جامد قوي، هبط كتير من مستواه من ساعة ما كان مع الزمالك، بس النهاردة عمل نهائي عالمي، نهائي هيتكتب له في تاريخه، وأول بطولة لبيراميدز. الصراحة التيم معمول بطريقة حلوة، حتى عنده سكواد جيبس، عنده دكة قوية. بيعرف يعني ياخد منها في وقت ما محتاج. عنده مروان حمدي هجوم، عنده في نص الملعب احمد توفيق اخو اكرم توفيق بيلعب برضه بيسد معاه. قلوب الدفاع عنده اسامه جلال وعلي جبر. حتى شيف اكرامي مستواه يعني مش ضعيف ومش قوي، في المتوسط هيفرق معاه. مبروك لبيراميدز، مبروك لمجلس ادارته ان هم صبروا على يوروشيتش الموسم الثاني على التوالي. وخد كمان السنه اللي فاتت كاس مصر، والسنه دي هو بينافس على كاس مصر ويلعب الزمالك واحتمال كبير ياخدها. هما كسبانين الزمالك رايح جاي في الدوري. آه طبعا احنا قلنا الشيبي وقلنا الشناوي. محمود مرعي عمل مباراة كبيرة. فيستون ماي مهاجم من طراز عالمي بيعرف يصطاد الكرات. النهارده عرف يصطاد الكورة من لما غلط المدافع بتاع سان داونز ولمسها كده لطشها في الجون، كان جون كويس جدا. ابراهيم عادل ده حرام يقعد في مصر وحرام يقعد في الدوري المصري. هو لسه مصرح مع ابراهيم فايق، قال لك ده اخر موسم ليا مع بيراميدز، المفروض يحترف الصراحة. هو باين عليه ما كانش لياقة بدنية عنده، او ما كانش فت 100% يعني، فعشان كده ما نزلش. وبرضه يوروشيتش عمل حركة حلوة أوي، كان بيلعب 4-4-2 عشان عارف إن يمكن قوة سان داونز هي الأطراف. ف وعمق كمان، فقفل عليهم من العمق والأطراف عن طريق قطة. فبيلعب 4-4-2. الشناوي في حراسة المرمى. مرعي وسامي قلوب دفاع، الشيبي وحمدي. بيلعب بقى أربعة في نص الملعب، رمضان ناحية الشمال، وقطة ناحية اليمين، وبجاكي توريه ومهند نشيم في قلب الملعب، وقدام الكارت كان بيلعب جنب مايلي. وفي حالة هجومية كان بيلعب 4-5-1، فقفل عليهم عمق الملعب. فدي حاجة حلوة أوي عملها يوروشيتش في الماتش ده، اللي هو برضه منه ريح إبراهيم عادل ومنه قفل على لعيبة سان داونز. سان داونز دخل في آخر الماتش وعرفوا يجيبوا هدف، بس البسالة الدفاعية بتاعت بيراميدز فرقت الصراحة. وهو كمان نزل أحمد توفيق بدل الشيبي، فقفل خالص يعني أطراف، وبقى بيلعب بخمسة كمان ورا. يبشتش في آخر الماتش يعني مجلب عالمي، تكتيك عالمي، فرق كبير معاهم. وأنا كأهلاوي زعلان جدا إن إحنا معرفناش ناخد البطولة دي، أو حتى معرفناش نصعد النهائي قدام فريق زي سان داونز. وده بسبب جبن كولر، والطريقة اللي كان بيلعب بيها اللي هي آخر فترة كان بيلعب بيها طريقة دفاعية، وأقعد أدافع وأجيب جون وأموت عليه. كانت حاجة صعبة جدا علينا كأهلاوية، وكمان نخرج قدام سان داونز في القاهرة هنا قدام 80,000 متفرج، ودي النسخة الأضعف من سان داونز. حتى كاردوزو ده مدرب مش قوي جدا. حتى الأهلي كسبوا السنة اللي فاتت، وإحنا من السنة اللي فاتت وإحنا بنلعب بنفس الطريقة. طول بطولة أفريقيا اللي إحنا خدناها السنة اللي فاتت كنا بنلعب بالطريقة دي، أجيب جون وأموت عليه وأقعد أدافع لغاية ما الماتش يخلص، لولا تصديات مصطفى شوبير في البطولة.
وكنا في النهائي كان ممكن نلبس أي جون، وزي ما حصل مع سان داونز كان ممكن يحصل مع الترجي. جبنا الجون بتاع عمرو ربيعة في أول الماتش وخلاص على كده راح. وقعدنا ندافع عليه يعني، وفي الآخر خدنا البطولة بالعافية. آه ربنا يسامحك يا كولر، ضيعت مننا بطولة كانت يعتبر سهلة. إنك أنت كنت هتعرف تدوس على بيراميدز بالجماهير بالحماس بخبرتك أنت في أفريقيا باللعيبة اللي عندك بالقوة اللي عندك. كانوا يبقوا ماتشين صعبين بس كان احتمال كبير أوي تاخد البطولة. كانت تبقى تالت بطولة على التوالي. كولر هو السبب، ضيع مننا بطولة مهمة زي دي. وكمان بعد ما جات له الصفقات اللي هو كان عايزها، قال لك أنا عايز صفقات أنا عايز صفقات، وجات له الصفقات. والفريق بقى قوي وبقى مدعم في كل المراكز. وكنا يعني كانت اللعيبة فورمة مش وحشة. آه يلا حصل خير نعوض السنة الجاية مع ريبيرو. لما نشوف بقى السنة الجاية هيحصل ايه. آخر حاجة عايز أقولها بالنسبة لجمهور الزمالك. يعني أنا واحد جمهور أهلي فرحان إن بيراميدز عملت البطولة لأنهم يستحقوا ولعبوا ماتشين رجالة وكده. بس فرحان لهم مش بشجعهم من كل قلبي ومن كل حماس. معرفش ليه جمهور الزمالك وإعلاميين الزمالك فرحانين أوي لبيراميدز اللي هم أكن الزمالك اللي خدت البطولة. أنا مش بشجعهم ويستحيل أشجعهم. أنا واحد أهلاوي بشجع الأهلي وانتمائي للأهلي. أنا فرحان لهم. معجب بأدائهم. أنا مش بشجعهم. الزملكاوية وإعلاميين الزمالك معرفش ليه. يعني حبهم الشديد وانتمائهم ليهم معرفش ليه. دي نقطة الصراحة حبيت أتكلم فيها مش عجباني ومش فرحان بيها يعني. ففي الآخر مبروك لبيراميدز والجهاز الفني واللعيبة. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.